جماعة والله العظيم اقسم بالله انا حاسة ان انا بحلم. انا واقفة دلوقتي في اوضة الاطفال، والله العظيم انا مش مصدقة اللي انا شايفاه. انا حاسة بجد ان انا ده حلم ولا علم بجد، والله العظيم مش ببالغ. انا بقالي سنة ونص، حرفيا بقالي سنة ونص عايزة اعمل اوضة اطفال ولادي متمرمطين ومتبهدلين، ويحيى يا عيني مش لاقي له مكان ينام فيه، مره ينام على السرير القديم ومره ينام على الركنه ومره ينام جنبي، والعيال ملهمش اوضه والهدوم بتاعتهم متبهدله اخر بهدله، واللعب والحاجه بتاعتهم بقالهم سنه ونص متمرمطين يا عيني، ونفسي اعمل لهم اوضه، يعني اوضه حلوه كده، يعني عايزه اعوضهم عن البهدله اللي هم شافوها. انا مش مصدقه، انا مش لاقيه كلام اقوله. والله العظيم يا جماعه انا مش ببالغ، بس انا ما كنتش اتخيل ان ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك الاوضه تطلع بالجمال وبالحلاوه وبالشياكه دي، بجد زي الصوره بالظبط بالملي، وكل حاجه انا اخترتها فيها اتعملت يعني احلى ما كنت عايزه. انا يا جماعه الاوضه دي انا كنت ناويه ان انا يعني مقرره في دماغي ان انا عاوزه اعمل اوضه اطفال يعني محدش عملها قبل كده. عايزه اعمل اوضه جديده، اوضه مختلفه، اوضه اطفال بمعنى الكلمه، يعني اوضه اطفال زي ما الكتاب قال. يعني مش عايزه اعمل اوضه شبابي اللي هي اوضه عاديه، اوضه اطفال بظهر عادي، سرير كابوتينيه متنجد مثلا، السريرين اللي هم العاديين والدولاب اللي هو التقليدي واتنين كومودين وبتاع. لا، ما كنتش عاوزه كده. انا عاوزه عيالي يعني يستمتعوا بالاوضه بتاعتهم، يفرحوا بشكلها فعلا، تبقى اوضه اطفال، يعني هي اسمها اوضه اطفال. فانا بما ان اللي عندي لسه سنهم اعمارهم صغيرين، فيفرحوا شويه بالاشكال بالديزاين وبالرسومات الحلوه ديت، ولما بقى يكبروا باذن الله ابقى اعمل لهم اوضه شبابي، اوضه كبيره. هتشوفوا معايا الاوضه دلوقتي. الفيديو ده انا محتاجه فيه رايكم جدا جدا. بتمنى ان الاوضه تعجبكم، بتمنى ان ذوقي يعجبكم، بتمنى ان انتوا تاخدوا افكار. انا هوريكم افكار جديده اول مره تشوفوها، حاجات يعني شفتوهاش عند حد قبل كده. حاسه ان انا عامله انجاز، حاسه ان انا حتى الناس اللي جم ركبوا الاوضه، حتى النجار اللي عملها، حتى الشركه اللي انا كتبت معاها العقد، اي حد كان بيشوف الاوضه دي يقول لي لا الاوضه دي احنا ما عملناش زيها قبل كده وما شفناهاش عند حد قبل كده. سواء اي حد كنت بوريله الصوره يقول لي لا الاوضه دي احنا ما شفناهاش قبل كده ولا عملناها. فكل لما بسمع الكلمه دي بفرح اكتر واكتر. ليه؟ بحس ان انا عملت حاجه مميزه. انت عارفه لما تبقي عامله حاجه كده يعني انت تبقي اول حد عملها. طبعا مش انا اول حد عملها في العالم ولا في الكون، ولا ما اخترعتش الذره، لا مش انا اللي مخترعه الاوضه دي انا جايباها من على موقع او ابلكيشن بنترست، من ناس اجنبيه، من اجانب، يعني اللي عاملين الاوضه دي عاملينها بره مصر، بره الوطن العربي، ناس اجانب، صور من ناس بره هم اللي عاملينها. تمام؟ فانا ما شفتش حد بصراحه في مصر عاملها، ولا حد معرفش والله، انا مش عايزه افتي. المهم يعني سواء حد عملها قبلي او ما حدش عملها قبلي مش دي المشكله. المهم بالنسبه لي ان الاوضه طلعت يعني نفس اللي انا عاوزاه بالظبط. انا قعدت اختار من ديزاينز كتير جدا جدا جدا. ابلكيشن بنترست ده يا جماعه مليان افكار ومليان اوض ومليان حاجات كتير قوي، فقعدت اختار ما بين الافات اشكال اوض الاطفال لحد لما استقريت على الاوضه دي. ماشي؟ فانا عايزه اوريكم دلوقتي هوريكم جوله كده سريعه من غير ما اتكلم خالص. هحط لكم موسيقى هاديه كده او اي حاجه بس تتفرجوا على الاوضه كده بروقان من غير ما اصدعكم، تتفرجوا على الاوضه كلها. بعد كده بقى هعلق لكم بقى بصوتي بالتفصيل الممل، هقول لكم كل حاجه، هقول لكم منين، وهقول لكم بكام، وهقول لكم المقاسات، وهقول لكم ادق التفاصيل، لان انا نفسي
يعني من بعد ما تشوفوا الاوضه دي اي حد ناوي يعمل اوضه اطفال يعمل الاوضه دي. بجد الاوضه عمليه جدا، شيك جدا، هتعجب الاطفال جدا سواء ولاد او بنات، حسب بقى الالوان اللي انت هتختاريها. يعني الالوان البناتي غير الالوان الولادي، دي تقدري انت تتحكمي فيها، لكن الديزاين نفسه يمشي ولادي ويمشي بناتي ويمشي اي حاجه. وكمان مش سرير بدورين اللي هو ان انا مثلا يعني مش عملي، او حد مثلا يقع من فوق لا قدر الله، او ان انا ما اطلعش افرش المرتبه اللي فوق. طبعا ناس كتير حذرتني من السرير ابو دورين دوت لاسباب كتير قوي، ان هو مش عملي في الفرش، هيتعبني في التنظيف وفي الفرش، وكمان ممكن حد يقع من فوق، وكمان لو حد كبير سواء ماما او حماتي او بابا او حد يعني سنه كبير مش هيعرف يطلع ان هو ينام فوق وينزل وكده، فالموضوع مش هيبقى عملي. فبناء على نصيحتكم انا ما عملتش السرير ابو دورين، عملت سريرين منفصلين بس حاجه مش تقليديه خالص. بتمنى منكم ان انتوا بجد تحطوا لي لايكات كتير قوي على الفيديو ده، لان انا والله العظيم اقسم بالله تعبت جدا جدا وطلع عيني من اول لما اتنصب عليا في الاوضه القديمه. يلا الله يسامحه، من اول ما اتنصب عليا في الاوضه القديمه وانا متمرمطه حرفيا بقالي سنه ونص، متبهدله بالحاجه بتاعت العيال وبالهدوم بتاعتهم وباللعب، ومش لاقيين حاجه يناموا عليها، ولما ضيوف بيجوا لي البيت ما بنلاقيش حاجه ان هم يناموا عليها، بيناموا على الركن او بيناموا على الارض، او كانوا بيناموا على السرير القديم بتاع يحيى، فطبعا ما كانش بيكفي حد خالص. فدلوقتي الحمد لله بقى في اوضه واسعه فيها سريرين، هقدر ان انا اخزن كل حاجتي تحت السراير. انا مش عايزه اطول عليكم في الكلام اكتر من كده، هنتكلم كتير في الروتينات اللي جايه ان شاء الله. النهارده الجوله بتاعتنا هتبقى جوله في الاوضه، وبعد كده هنفرش مع بعض وهنعمل كل حاجه مع بعض. انا متحمسه قوي ومبسوطه قوي بجد بجد. بتمنى منكم حطوا لي لايك للفيديو، لو انتي الاوضه عجبتك ان شاء الله هتعجبك حطي لي لايك للفيديو، عايزه الفيديو ده يطلع ترند. يعني بصوا عايزه الفرحه النهارده تبقى فرحتين، فرحتي بالاوضه الجديده، وطبعا انتوا هتفرحوا معايا لان حاجتي هي حاجتكم وشقتي هي شقتكم وكل حاجه. فعايزين بقى نفجر الفيديو ده لايكات وكومنتات، عايزه كومنتات كتير كتير كتير، يعني على قد ما تقدروا فرحوني، ولو في اي ملاحظه عندكم قولوها لي. فمش هطول عليكم، يلا بسرعه لايك لايك لايك، ويلا بينا نشوف اوضه الاطفال الجديده.
ويلا بينا بقى ندخل برجلنا اليمين ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا لما اقول لكم بقى تفاصيل الأوضة وكل حاجة. مبدئيا اول حاجة واهم حاجة كنت ناوية ان انا اعملها في اوضة الاطفال، وهي مقاس السراير، ان هو يكون مقاسه متر مش متر وعشرين، علشان اعرف ان انا احط السريرين براحتي، وان يبقى في مكان واسع في الاوضة ان الولاد يلعبوا فيه. لان لما كنت عاملة السراير بتاعتي متر وعشرين في الاوضة الحمراء اللي فاتت، كانت واكلة الاوضة جدا، وما كنتش اصلا عارفة ان انا افرش السرير التاني، وكنت فرشه سرير واحد بس والدولاب، وما كانش في اي مكان ان انا احط السرير التاني. فدي كانت اول حاجه ان انا لازم اعملها، ان انا اخلي السراير بتاعتي مقاس متر بس، علشان الأوضة تبقى واسعة وحلوة، ويبقى فيها مساحة كبيرة ان الولاد يلعبوا فيها. وتاني اهم حاجة بالنسبة للسراير، وهي مساحة التخزين اللي تحت السرير. دي برضو كانت حاجة اساسية بالنسبة لي، عشان احط هدوم الولاد الشتوي في الشنط تحت السرير، احط البطاطين، احط اللحفة، احط اي حاجة احنا بنستعملها من السنة للسنة، يبقى عندي مساحة تخزين كبيرة تحت السراير، علشان ما اعملش كركبة بقى في الدولاب وفي الأوضة، والاقي حاجة ان انا احط الحاجة فيها. تالت حاجة طبعا كنت حابة ان السرير يكون فيه زي ارفف او مكان ان انا احط فيه ديكورات، احط فيه دباديب، احط فيه مجلات بتاعت يحيى، الكتب، اي حاجة. فكنت حابة جدا فكرة الارفف دي، عاملة 3 ارفف كده زي ما انتوا شايفين باللون الاصفر. الارفف دي نقدر ان احنا نستغلها في اكتر من حاجة، هنشوف مع بعض طبعا في الفيديوهات اللي جاية بتاعة الفرش انا هحط جواهم ايه. وكمان حبيت اضيف لمسة جمالية كده للسرير الاطفال بالشباك دوت، لان زي ما انتوا شايفين انا عاملة الاوضة كلها على شكل بيت، فهو بيت فلازم يبقى فيه شباك، ده اساسي، ولازم يبقى فيه سور للبيت دوت. فعشان كده زي ما انتوا شايفين السرير متحوط داير ما يدور كده بسور، والشباك دوت حاطه فيه من الظهر كده ازاز شفاف خالص، عشان يديني الايحاء ان هو شباك حقيقي. فانا كان ممكن اسيبه فاضي من غير ازاز خالص، فقلت لا، لو حطيت فيه ازاز كده من الظهر هيبقى اشيك بكتير. كمان لو حبيت ان انا الزق حاجه على الحيطه وتكون باينه الحاجه ديت من الشباك، فلما يبقى فيه ازاز هتبقى شكلها احلى. ديت السور اللي لافف حوالين السرير. انا طبعا الصورة ما كانتش كده، انا عاملة تعديلات كتير جدا في الصورة، انا مش مصممة الصورة زي ما هي بتفاصيلها. الصورة كانت السور قافل على السرير خالص، وبيتفتح منه باب كده صغير بمفصلات، لكن انا حبيت ان انا اخلي الجزء اللي قدام دوت 3/4 مفتوح، علشان يبقى سهل علينا في الطلوع والنزول من على السرير، ما يبقاش السرير مقفول تماما يعني. وبرضو فكرة البوكس الرمادي اللي متعلق في السرير دوت، دي كانت موجودة في الصورة، بس انا مغيرة المكان بتاعه. حبيت برضو ان انا احطه، علشان في حاجات معينة في دماغي كده احطها فيه، زرع او دباديب او حاجات كده، يعني برضو تدي شكل حلو. وكل دوت ان شاء الله هيبان معانا في الفرش. وزي ما انتوا شايفين دوت السقف بتاع السرير من فوق مربوط كده، الاتنين ببعضيهم مربوط كده بقوايم من الخشب، علشان طبعا يمسك الظهر كويس وما يبقاش الجزء ده منفصل عن ده. وحاطه كده زي تندة كده صغيرة تديني برضو الشكل بتاع البيت. زي ما انتوا شايفين كده دوت السرير التاني برضو اخو السرير الاولاني بالظبط، مفيهوش اي اختلاف خالص. ايه رأيكم بقى؟ قولولي رأيكم في الالوان اللي انا مختاراها. حبيت ان انا الاوضة تبقى 90% منها باللون الابيض، علشان يوسع معايا الدنيا ويفتحها وما يضيقش معايا الاوضة. وحبيت بقى اطعم الاوضه باللون الاصفر مع اللون الرمادي، لان انتوا عارفين اللونين دول قد ايه بيليقوا مع بعض، وكمان الالوان ديت الوان ولادي، فحبيت ان انا ادخلهم في الاوضه مع الابيض. حسيت شكلهم حلو جدا جدا. وطبعا واحنا بناخد المقاسات بتاعه الاوضه ما فاتناش نقطه ان احنا نسيب مساحه للظرف بتاعه الشباك ان هي تتفتح للاخر، لان زي ما انتوا شايفين انا الشباك عندي شباك مفصلي مش شباك جرار، فلازم طبعا ان احنا نديله المساحه بتاعته ان هو يتفتح كده للاخر، عشان ندخل بقى الشمس والنور والشباك يبقى مفتوح براحته. فزي ما انتوا شايفين
شايفين كل حاجة كان معمول حسابها بالسنتي، وكل حاجة جاية في مكانها مظبوط جدا جدا جدا. طبعا عملت في النص كده زي مكتب، بس مش مكتب، يعني هو ممكن نسميه شفونيرة او نسميه مكتبة صغيرة عبارة كده عن 3 أدراج، وكمان من تحت عاملة درجين مربعين، دول العمق بتاعهم كبير جدا من جوه. هفتحهم معاكم دلوقتي وهوريكم شكلهم من جوه وهقول لكم الافكار اللي انا عاملاها. طبعا المقابض يعني زي ما انتم شايفين انا مهتمية بادق التفاصيل في الاوضة، من اول الديزاين لحد لشكل المقابض نفسها، لحد الديكورات، لحد كل حاجة. بصراحة ما حبيتش ان انا ابوظ المنظر واحط مقابض مثلا شكلها ما يليقش على الأوضة، لان لقيت ان الأوضة يعني شكلها شكل بيت، فاكتر حاجة هيليق عليها الاشكال بتاعت السحابة، النجوم، الهلال، النجمة، الحاجات دي. فقلت للباشمهندس اللي صمم لي الغرفة انا عاوزاك تصمم لي مقابض على شكل سحابة، لان طبعا المقابض ديت ما بيتباعش منها جاهز، لان احنا بصراحة نزلنا دورنا كتير، دورنا في شارع هارون ودورنا في الرواعي وفي كل حتة، ما لقيناش خالص المقابض دي سواء بتاعة النجم او بتاعة السحابة. فعملهم لي بقى، صممهم لي كده بالخشب زي ما انتم شايفين، وطلعوا زي الصورة اللي انا عايزاها بالظبط. والدرج برضو من بره فيه لمسة كده جمالية، الدرج مش سادة، مقلم كده بالطول زي ما انتم شايفين. والادراج الحمد لله مساحتها كويسة جدا جدا. الادراج دي طبعا هتنفعني في حاجات كتير قوي، يعني ممكن ان انا احط فيهم الكتب بتاعه يحيى والحاجات بتاعه المدرسة بتاعته، ممكن ان انا ارص فيها الرفايع بتاعه الهدوم بتاعتهم، الحاجات الصغيرة، يعني ليهم اكتر من استخدام. الادراج بتبقى عملية جدا جدا في التخزين اكتر من الدواليب. نيجي بقى لاكتر حاجة مميزة، وديت طبعا ما كانتش موجودة في الصورة اللي على بنترست، دي من اختراعي انا الشخصي، وهي الدرجين اللي تحت دول. حبيت ان انا اكتب الاسامي بتاعت الولاد عليهم، علشان يعني يبقى معروف ان الاوضة ديت بتاعت يحيى ويوسف، دي مش اوضة عادية، لا دي اوضة معمولة مخصوص عشانكم. حبيت ان انا افرحهم بحاجة زي كده، ان هم يلاقوا اساميهم مكتوبة في الاوضة بتاعتهم. غير كده كمان حبيت ان هم لما يكبروا شوية ويبقى ليهم بقى الحاجات الخاصة بتاعتهم، كل واحد يبقى ليه الدرج بتاعه باسمه، ويبقى هنا معروف ان الحاجات اللي موجودة في الدرج دوت بتاعت يحيى، والحاجات اللي موجودة في الدرج دوت بتاعت يوسف. وكمان عشان انا ما اتلخبطش، عشان ان شاء الله لما يوسف كمان يدخل المدرسة باذن الله واحط لكل واحد الكتب بتاعته او الادوات بتاعته، ابقى عارفة ان الدرج ده بتاع يحيى والدرج ده بتاع سوفا. وحبيت ان انا اغير اللون بتاع الدرج، اخليه باللون الرمادي، ما خلوهوش باللون الابيض زي باقي الادراج، علشان انا كنت حابة ان الاسامي بتاعتهم تتكتب على شكل سحابة، والسحابة طبعا تبقى بالابيض. فعشان السحابة لونها ينطق معايا كان لازم الدرج يبقى باللون الرمادي. وحبيت برضو ان انا ادخل اللون الاصفر معاهم بالنجوم اللي انتوا شايفينها دي. وطبعا الادراج اللي هي العميقة ديت ملهاش مقابض، فاحنا عاملين المجرى بتاعتها مجرى تاتش، يعني ان انتي تضغطي على الدرج كده لجوه يطلع معاكي على طول، عشان ما حبيتش ان انا اركب لهم مقابض، وحبيت ان انا اكتفي بالاسامي اللي مكتوبة عليهم دي بس، مبوظش شكلهم بالمقابض. وطبعا المكتب دوت ليه رجلين كده من تحت، علشان لو حبيت ان انا امسح من تحتيه او انضف او كده يبقى سهل عليا، والمية ما تجيش عليه وتبوظه. نيجي بقى للقطعة اللي اهم قطعة يعتبر معايا في الاوضة، وهي الدولاب. الدولاب زي ما انتوا شايفين برضو واخد من نفس الديزاين بتاع السراير، برضو على شكل بيت، وفي برضو شبابيك كده في النص، مدخلة برضو نفس الالوان الرمادي والاصفر، وعاملاله كده حاجات يعني بصوا كيوت خالص. ما تحسيش ابدا ان ده دولاب، يعني تحسيه كده حاجة قطعة كده فنية، حساه قطعة من فيلم كرتون من توم اند جيري والله العظيم. ديت التقسيمة بتاعة الدولاب من جوه. طبعا الجزء المثلث اللي فوق دوت برضو ينفع ان انا اخزن فيه اي حاجة، احط فيه بطاطين، احط فيه كوفرتات، لحفة، اي حاجة انا عاوزاها.
والجزء اللي من تحت دوت مقسماه بقى ارفف كده. دي بقى هستخدمها في حاجات كتير بقى. احط بقى الهدوم بتاعه الولاد هنا، حاطه جزء للشماعه عشان لو عايزه اعلق لهم القمصان او البناطيل، برضو لازم يكون في شماعه موجوده في الدولاب. وعايزه اقول لكم ان انا برضو عامله فكره حلوه جدا جدا، ان انا لو حابه ان انا استغنى عن الشماعه اقدر ان انا اركب رف مكانها. هتشوفوني دلوقتي وانا بركبه. هنا بوريكم الجزء المثلث اللي فوق ده. عايزه اقول لكم الدولاب العمق بتاعه لجوه 50 تمام، والعرض بتاعه 1.20 متر. حبيتش ان انا اعمل بقى دولاب ولا متر ولا 1.50 متر، يعني حبيت ان انا ابقى في النص عشان ما يكليش مساحة الأوضة وما يبقاش ضخم جدا. انتوا عارفين الاشكال ديت لما بتبقى ضخمة ما بتبقاش شكلها حلو في الاخر. وفي نفس الوقت ما عملتوش صغير قوي اللي هو ما ياخدش معايا حاجة، ما ياخدش معايا هدوم العيال ولا كده، لا المساحة بتاعته كويسة جدا، كبير جدا من جوه، العمق بتاعه حلو قوي، ياخد معايا حاجات يعني كتير. هتشوفوا معايا ان شاء الله لما نيجي نرص مع بعض الدولاب. انا حاسه ان هو كمان هيبقى فيه اماكن فاضيه. تعالوا بقى لما اوريكم فكره الرف اللي انا بقولكم عليها. عامله كده رف زياده بحيث ان انا لو حبيت ان انا استغنى عن الشماعه يبقى الدولاب عندي عباره عن ارفف كلها بالشكل ده كده، ويبقى نص مثلا ليحيى والنص اللي جنبه دوت للهدوم بتاعه يوسف. كمان عاملة من تحت درجين. الدرجين بقى دول هحط فيهم ان شاء الله الملايات بتاعة اوضة الاطفال، عشان كل حاجة تبقى موجودة في مكانها، ما يبقاش الملايات بتاعة اوضة الاطفال موجودة في الدولاب بتاع اوضة النوم، لا كل حاجة في المكان بتاعها. برضو الادراج اللي من تحت ديت عميقة جدا من جوه غير الادراج بتاعة المكتبة، لا الادراج ديت العمق بتاعها 25 سنتي. فعايزه اقول لكم تاخد حاجات كتير قوي. والدرج طبعا بطول او بعرض الدولاب كله عرضه 120، فكبير جدا جدا كمان على الحقيقه. يعني حلو، يعني ياخد حاجات ما شاء الله كتير قوي. طبعا الديزاين دوت ما كانش ينفع ان انا اعمل فيه الدولاب جرار. هو الصورة كده الدولاب لازم يتفتح كده مفصلي. بصراحة انا حبيت الفكرة دي اكتر، ان انا ابقى واقفة وفتحة الدولاب كله على بعضه. الجرار طبعا بان انتي بتفتحي جنب واحد بس والجنب التاني بيبقى مقفول، ما بتعرفيش تفتحي الجنبين هما الاتنين يكونوا قدامك كده مع بعض. لكن الدولاب ده انا بفتح بقى الضرفتين كلهم على الاخر براحتي، فبيبقى برص بقى كل حاجة براحتي وكل حاجة تبقى مفتوحة قدامي كده. هنا بقى بوريكم البيت الصغير الكيوت دوت دوت اللي هو بيعتبر المدخنة بتاعت البيت. وده كان حاجة يعني ايه اساسية بالنسبة لي، حتى كنت بقول للباشمهندس بقول له بص الأوضة كلها كوم والبيت الصغير اللي فوق ده كوم، يعني ده لازم تعملهولي علشان بيفكرني بالكرتون بتاع توم وجيري بجد، يعني حلو جدا. وانا حاسة ان الأوضة ديت يعني انا بقول لجوزي بقول له الاوضه دي انا هنام فيها، انا مش العيال هم اللي هيناموا، لا العيال هم ياخدوا سريري وانا هاخد الاوضه بتاعتهم من كتر ما انا حباها. هنا بقى حبيت ازود في الاوضه الرفين دول برضو على شكل سحابه طبعا للديكور، يعني حبيت ان انا احطهم هنا في الحيطه، لان الحيطه دي زي ما انتم شايفين عندي فاضيه خالص، فبرضو دول هيدوني شكل حلو جدا جدا. طبعا الاوضه خشبها حلو قوي، ما عنديش حاجه فيها MDF غير الرسومات اللي هي الصغنططه خالص ديت، اللي هي الدواير اللي فوق في الدولاب والشبابيك الصغيره اللي محطوطه على الدولاب من بره والسور. الحاجات اللي هي الرسومات ديت ما ينفعش تتعمل غير بالMDF، يعني ما ينفعش تتعمل خشب زان ولا خشب موسكي ولا كده. لكن الاساس نفسه بتاع الدولاب وبتاع السراير خشب زان مع خشب موسكي، حاجه متينه جدا، حاجة تستحمل الأطفال وشقاوة الأطفال. وهنا بوريكم ان الحمد لله في مساحة كبيرة في الأوضة فاضية، الأوضة مش مسحومة بالعفش. أنا حبيت ان أنا أعمل لهم مساحة كده قدام الدولاب ان هم يحطوا بقى اللعب بتاعتهم ويلعبوا براحتهم وما ضيقش الدنيا. ما حبيتش ان انا احط الدولاب في الحيطه اللي هي جنب الباب على طول، انا كنت حطاه كده في الاول بس لقيته انه مضيق الاوضه ومفيش مساحه ان العيال يلعبوا فيها، فقمت حطاه هنا. فانتوا برضو قولوا لي رايكم، مكان الدولاب هنا حلو ولا مكانه عند الرفين اللي هم بتوع السحابه احلى؟
هنا بقى طبعا لسه في ناقص حاجات كتير بقى في الأوضة في الفرش بتاعها. عايزة اشتري نجفة للأوضة طبعا تكون ماشية مع الشكل بتاعها، ولسه طبعا عايزة اجيب لها ستارة. وهنا محتارة اجيب ستارة رول ولا اجيب ستارة عادية، لان انا عندي بيت للستارة هنا فوق الشباك زي ما انتوا شايفين، عاملة بيت ستارة بالجبسون بورد. فمش عارفة اجيب لها ستارة ايه، يعني انتوا اقترحوا عليا. وبرضو هننزل نجيب السجاد مع بعض، بس مش هتبقى سجادة بقى طبعا، هتبقى عبارة عن مشايتين، مشاية هنا في الجزء اللي في النص ومشاية قدام الباب، والاتنين طبعا هيكونوا نفس الشكل وكل حاجة. ونسيت هنا اقول لكم المقاس بتاع المكتب اللي انا عاملاه ما بين السراير دوت. المكتب دوت العرض بتاعه 80، والطول بتاعه بقى على حسب زي ما انت عايزه. انا حاطه الطول بتاعه ان هو يبقى على حرف الشباك عشان ما يخبطش في الضرفه بتاعه الشباك من فوق. تمام، فكل حاجه حسب المساحه بتاعه الاوضه بتاعتك، انت بقى ايه بتظبطي المقاسات بتاعتها. ودي كده كانت كل التفاصيل بتاعت الأوضة. يا رب أكون كفيت ووفيت. ولو في أي حد عنده أي استفسار أو أي سؤال أو أي حاجة أنا ما قلتهاش في الفيديو النهاردة، اكتبولي تحت في الكومنتات وأنا هرد عليكم إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. يعني أنا متحمسة جدا إن أنا أنزل الفيديو ده حالا علشان خاطر أقرأ الكومنتات بتاعتكم وأشوف رأيكم في الأوضة، وتقولولي بقى ملاحظاتكم ايه اكتر حاجة عجبتكم في الأوضة. تقولولي مثلا اجيب الوان سجاد ايه، الوان ستاير ايه، يعني هنفرش بقى مع بعض وهننزل نشتري كل حاجة مع بعض للأوضة. الأوضة دي طبعا بعد ما تتفرش ان شاء الله هتبقى حاجة تانية وهتبقى شكل تاني. فيا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة، والحمد لله ربنا عوضني خير وعوض صبري خير. الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. ما كنتش احلم ان انا يبقى عندي اوضه زي دي. الحمد لله فلوسي ما اترمتش على الارض، ويعني فلوسي يعني جت في محلها. الاوضه دي غاليه جدا جدا جدا، بس تستاهل جدا جدا جدا. فانا مش ندمانه بصراحه ان انا عملتها خالص. واهم حاجه ان هي تعجب الولاد، لسه ما شافوهاش، ولا يحيى ولا يوسف ما شافوش الاوضه. الاوضه لسه راكبه النهارده، فانا قافله الباب بالمفتاح، محدش بيخش الاوضه خالص عشان عايزه اصور رد فعلهم اول لما يشوفوها. انتظروا بقى الفيديو الجاي ونبدا بقى مع بعض الفرش، وكمان نشوف رد فعل يحيى ويوسف على الاوضه ايه، وكمان رد فعل ماما وحماتي عشان هم موجودين هنا. بصوا مفاجاه، انا عامله لكم مفاجآت كتير قوي قوي ترقبوها الفيديوهات اللي جايه. انا هنا العيله كلها موجوده عندي النهارده، ماما وبابا وعمر وحازم وحماتي وطبعا ويحيى ويوسف ومدحت كمان موجود، وكلهم بقى لسه ما شافوش الاوضه، ولسه بقى هشوف رد فعلهم عليها. وهنعمل مع بعض فيديوهات جايه كتير، وهنقضي العيد مع بعض. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وينعاد علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير. اشوفكم بقى بكره في روتين جديد. مع السلامه.